ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهارده عن جملة سمعتها من بنوتة. وهي بتحكي عن حياتها النفسية بقى ويعني إحساسها وشخصيتها. هي عندها حوالي 15 سنة، فبتقول لي: دكتورة، أنا عايشة في بيت، إحنا مجموعة من الروبوت. قلت لها: يعني إيه؟ قالت لي: يعني ماما ملهاش علاقة ببابا ومتعرفش عنه حاجة، بابا عايش معانا وما يعرفش عنا حاجة ومش عايز يعرف عنا حاجة، أنا وإخواتي كل واحد في أوضة لوحده، كل واحد بياكل لوحده. أم، لولا صحابي بره البيت أنا كنت اتأكدت إن أنا مش بني آدم. فإحنا عايشين عيشة روبوتس. على الأقل الروبوتس أنا عارفة إنهم روبوت فمش هزعل منهم، لكن أنا بزعل من اللي حواليا إن أنا متأكدة إنهم بني آدمين. إزاي هم عايشين مع بعض راضيين بالعلاقة بالشكل ده، أو شايفين إن ده أسرة؟ إحنا مش أسرة. خدوا بالكم يا جماعة، الكلام ده خطير جدا من البنت في السن ده بالذات. إنه أنت بتبقى شايف إنه النموذج الحميمي اللي موجود حواليك مجمد محطوط في الفريزر، مش عايش أساسا. وأنت مطلوب منك إنك أنت تبقى منفتح على الدنيا ومنفتح على الناس ومنفتح على نفسك، وبتفهم وبتعرف وبتجرب وبتستنتج وبتفنط. هو الحاجات دي كلها مش وظيفة آلات يا جماعة، مش وظيفة مكن، ده وظيفة بني آدمين. فلو أنا عايش العيشة دي فأنا غالبا هتحول إلى مكنة من غير ما أخد بالي. هاكل واسكت وانام وأتواجد بدون أي وجود. ولو حد قال لي اطلع اقعد معانا فانا مش هقعد معانا، لان احنا مجموعه بنعمل نفس الحاجه. الفرق ان بدل ما اقعد في اوضتي لوحدي فانا قاعد هنا مع 5 6، بس كل واحد برضو قاعد لوحده. فالاسره بالطريقه دي لما بتيجي تتكلمي، طبعا انا شفت الام والاب، ما هم اللي كده، ما هم اللي عايزين كل واحد يقعد لوحده. ما احنا لما بنقعد معاهم يقولوا: لا انتوا بتتكلموا في ايه، بتعملوا في ايه، انتوا بتسووا ايه. فسالتهم سؤال: هو مين اكبر من مين؟ يعني مين طلع اتعلم من مين؟ ما هي البنوتة دي كانت قد كده وحضرتك بتشيلها وتعلمت منك. اتعلمت عدم الكلام، اتعلمت عدم المعرفة، اتعلمت انها شايفة انك مش محتاج تعرف عنها حاجة اصلا ومش عايز تعرف عنهم حاجة. فما ينفعش نقول العيال علمونا، هم نزلوا لقونا بنعمل حاجات، والحاجات دي اللي احنا كنا متخيلين ان هم مش واخدين بالهم منها. لا، هم فهموا الحياة عن طريقها، هم عرفوا الصح والغلط من اللي انتوا بتعملوه. مطلوب منهم بعد كده يعدلوا نفسهم، ولكن ما نقول لهمش انتوا اللي عملتوا كده وانتوا اللي اضطرتونا نعمل كده وانتوا اللي بالرويين وانتوا اللي قاعدين لوحدكم وانتوا وانتوا وانتوا. ما ينفعش، ما ينفعش يحصل كده خالص. فيبقى هنا الحياة اللي من النوع ده بالوقت لو استمرت يا جماعة، احنا البني ادم هيفقد اللغة، هيفقد التواصل، هيفقد النظرة في العين، هيفقد الاحتياج للمس، هيبقى قاعد مع البتاع اللي ماسكه ده ويكتفي بهذا القدر. طيب بعد كده بقى ملوش اي لازمة. يعني لو احنا داخلين في العيد، ولا احنا ده خرجنا من العيد، ولا العيد بتاع العيد الاضحى اللي هو بنذبح فيه الذبايح، فالبني ادم هيبقى اسهل بقى، هيبقى اوفر، لانه ملوش لازمة. البني ادم تعريفه حيوان اجتماعي ناطق، لا بقى ناطق ولا بقى اجتماعي. طب الحيوان التاني له فايدات معروفة، كل حيوان فايدته حاجة معروفة. طب حضرتك بره الاجتماعي الناطق ده مش عارفين لك فايدة معينة. بتشتغل المكن هيشتغل. فإذا هنا الأسر اللي بالطريقة يا جماعة تفوق. احنا مش محتاجين نقعد نتكلم نقول شعر، احنا محتاجين نتواصل بأي شكل، نسمع اللي عايز يقول حاجة نسمعه.
النهارده هو عايز يقول، بكره انت عايزه تقولي، بعده هي اللي عايزه تقول، والدنيا هتمشي. لكن ان احنا نبقى صامتين كده، اقعد جنب الحد ما فيش ولا كلمه، مش عايز، جيت من بره ما سالنيش عملتي ايه، دخلت جوه ما قاليش بتعملي ايه، ايه ده يا جماعه، في ايه؟ ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده؟ ده مش منطق اسره، وده ما ينفعش بنت زي دي تطلع معترك الجواز مثلا بعد 10 سنين تخش تتجوز في معترك الحياه بتاعها، ونقول لها بقى كوني زوجة ومش عارفة تواصلي مع جوزك، واحد هي شافت لا تواصل ولا شافت حاجة، وشافت بابا لا محتاج يتواصل ولا محتاج يعرف ولا محتاج أي حاجة خالص، والدنيا كانت ماشية إيه، هستم بوسمن، ترمي الإبرة تسمع صوتها. فطبعا ده هيعمل إيه في الآخر؟ هي مش هتتجوز بابا، هي هتتجوز واحد تاني جاي من أسرة تانية عندهم نظام تاني وعندهم تواصل بشكل مختلف ومبادئ أخرى وأولويات أخرى، فهيحصل الصدام. فعلى الأقل نبقى عندنا الأساس بتاع الحياة. احنا أسرة، يعني في بينا تواصل، يعني في بينا معارف، يعني في بينا معلومات، يعني في بينا حميمية. ABC أسرة. يا رب نكون استفدنا، ويومكم